كلنا بنزهق من الإعلانات اللي بتظهر في نص الأفلام والمسلسلات اللي بنتابعها، بس في الفيديو ده هقول لكم على أجمد إعلان أنا شفته. في الدولة العباسية أو الأموية مش متذكر قوي، كان في تاجر بيبيع خمر، جمع الخمار اللي بتلبسه الستات، وباع كل الخمر اللي معاه ما عدا الخمر اللي باللون الأسود. وكان في شاعر في المدينة اسمه ربيعة بن عامر، ولكنه كان ساب الشعر ولزم المسجد وقراية القرآن. فراح له التاجر وقال له على مشكلته وانه عايز يبيع الخمر دي، واقنع ربيعه انه يعمل له قصيده عن الخمر السود، وكتب له الابيات دي: قل للمليحه بالخمار الاسود ماذا فعلت بزاهد متعبد، قد كان شمر للصلاه ازاره حتى قعدت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. واتشهرت الابيات في المدينه كلها، والستات فكرت ان ربيعه حب واحده لابسه خمار اسود، فاتباعت الخمور كلها. لايك وفولو.